صباح الخير وصباح النور عليكم. ونبداو على بركه الله في الاقتراحات ديال حلوه العيد. وغادي نبدا معكم اول اقتراح لهاد السنه هذه ان شاء الله، هو حلوه رافاييلو اللي كتجي واعره وليده بزاف صراحه. هاد الوصفه هذه شفتها بزاف ديال المرات ولكن ما عمرني ما جربتها، هذه اول مره. وفعلا هاد الحلوه تستحق تجربه، ضروري تسجلوا عندكم وتجربوها ان شاء الله. غادي نحتاج لاشواغ ديالي، كندير فيها 250 غرام يعني رابعه ديال الزبده مارغرين الخاصه بالحلويات، تقدروا ديروا حتى زبده حيوانيه على حسب اللي متوفر عندكم. كنضيف جوج ساشيات ديال الفاني وجوج بيضات وكاس وربع ديال السكر. كنضيف رشيشه ديال الملحه، كنضيف نص كاس ديال الزيت نباتيه، نص كاس يكون وافي شويه صافي. وكنطحن كلشي هاد المكونات هادو جيدا. لاشواغ كتسهل عليا بزاف الخدمه، ما كنبقاش نخدم هذيك الزبده يعني بيدي، كتاخذ مني واحد المجهود كبير، فكنستعمل لاشواغ راه بالزربه كتمتزج مع باقي المكونات صافي. كنطحنهم مزيان حتى كنحصل على واحد الخليط بحال الشكل ديال البوماد كيف ما كتشاهدوا معايا. من بعد كنضيف جوج كؤوس الا ربع ديال نشا الذره اي المايزينا يعني كاس عامر، والكاس الثاني ناقصه ربع كاس. كنضيف ايضا كاس ديال الكوك اللي حمرته. بالنسبه للكوك يكون نوعيه جيده، يعني داك الكوك اللي كيكون ميدم باش هكا ما ينشفش لنا الحلوه ديالنا. وكنديرو هكا فواحد المقيله، يعني كنعبر كاس ديال الكوك كنديرو فواحد المقله وكنبقى كنحرك حتى كيتحمر كياخذ هذاك اللون المذهب صافي. كنمزج كلشي وكنضيف خماره وحده ديال الحلوه من فئه 7 غرام. وكنبدا كنضيف الدقيق، انا عندي تما 600 غرام ديال الدقيق، يعني 6 ديال الكؤوس ديال العنبه اللي يكونوا ممسوحين ديال الدقيق اللي غربلته من طبيعه الحال. بالحق ما غاديش نديرها كامله، يعني ما غاديش ندير 600 غرام، تقريبا درت 500 غرام. بالنسبه الاهم حاجه في القياس ديال الدقيق هو تشوفوا القوام ديال العجين كيفاش خصها تكون. يعني واخا نكون انا درت 500 غرام تقدروا نتوما ديروا اكثر من 500 غرام او اقل من 500 غرام على حسب الحجم ديال البيض والنوعيه ديال الدقيق واش كيتشرب ولا لا. اهم حاجه في هذه الحلوه ما خصهاش تكون قاصحه حتى كتشقق، خصها تكون لينه ورطبه وكنتحكموا فيها بكل سهوله. غير تبان لكم هكا تجمعات ما بقاش كتلتصق في اليدين وفي المول صافي كتعرفوا بان العجين ديالكم واجده. شوفوا لي ما شاء الله القوام ديالها يعني كتخليوها مرخوفه. من بعد هنايا كناخذ شويه ديال اللوز اللي حمرته، ضروري اللوز يكون محمر، يعني كنخليه بالقشره ديالو وكنحمرو اما في الاير فراير او في الفران، يعني كنقليه صافي. كندير واحد اللوزه في الوسط وكنجمع الحلوه ديالي بهذا الشكل هذا اللي شاهدتوا معايا. غادي نعاود معكم واحده اخرى، يعني كناخذ شويه من العجين يعني غير كميه قليله، كندير فيها ديك اللوزه في الوسط وكنشكلها هكا واحد الكويره اللي كتكون يعني صغيره في الحجم ديالها، وكنستفهم في اللاطه اللي غادي تدخل الفران. ضروري كدهنوا اللاطه ديالكم بشويه ديال الزيت نباتيه او كتفرشوا ورق الطهي باش الحلوه ديالكم ما كتلصقش صافي. وكنستمر بنفس الطريقه، كنبقى ندير شويه ديال العجين كنسرحها هكا في الكف ديالي، من بعد كندير اللوزه في الوسط وكنغطي عليها بهذه الطريقه، كنشكلها وكنستف في اللاطه. بالنسبه للفران في هذه الاثناء راه كيكون كيسخن. بالنسبه لي انا غادي نطيبها في فرن كهربائي، فمشعله الفران من الفوق ومن التحت دفعه واحده على 150 درجه. البنات اللي غادي يطيبوها في فرن غازي فحتى نتوما تتسخنوا الفران من قبل، النار تكون مهيله بحال الا باغا تطفى. كتحطوا اللاطه ديالكم في الرف الوسطاني، كتخليو النار فقط من الاسفل تكون مهيله مهيله جيدا باش كيدخلها الطياب وكتقرمش وكطيب على خاطرها صافي. كنخليها حتى كطيب من التحت وكتحمر من الجناب، عاد هبطوها يعني لتحت باش كتكمل التحمار ديالها حتى من الوجه ديالها. بالنسبه من طبيعه الحال البنات اللي عندهم فرن كهربائي فيشعلوا النار من الاعلى ومن الاسفل دفعه واحده كيف ذكرت من قبل على 150 درجه، كتحمر من الفوق ومن التحت دفعه واحده وكنخرجوها وكيكون هذا هو الشكل ديالها. هنا غادي ندوز لمرحله التزيين. كتاخذوا شوكولاته بيضاء، كتستعملوا يعني اي شوكولاته بيضاء كانت متوفره عندكم خاصه بالحلويات، كتديروا فيها هكا الحلوه ومن بعد كديروها في الكوك. بالنسبه للشوكولاته فتقدروا تزيدوا عليها شويه ديال الزيت نباتيه، انا درتها بدون اي اضافات يعني غير الشكلاط بوحدو، ذوبته في حمام مائي او كدوبوه في الفران او في الاير فراير. انا بعض المرات كندوبوه في الفران بعض المرات في الاير فراير على 100 درجه. النار تتكون مهيله مزيان كيدوب على خاطرو وما كياخذش منا وقت طويل بالزربه كيدوب صافي. وكان يعني كنمزجوها هكا مزيان حتى كندوبو صافي. كنبدا كندير فيه الحلوه، كنحاول انني نسوسها مزيان باش ما تبقاش هازه كميه كبيره ديال الشكلاط وكنديرهم من بعد في الكوك صافي. يعني الطريقه راه سهله وبسيطه. كنحطهم من بعد فوق من واحد الشبيكه او فوق من ورق الطهي حتى كيبرد هذاك الشكلاط جيدا. عاد من بعد
كنقدم الحلوه ديالي. يعني الصراحه هاد الحلوه هادي ما فيهاش مجهود كبير، كتوجد بسرعه، كتخرج كميه مهمه، وايضا كتجي رائعه لذيذه مرمله من الداخل، بنينه بنينه بزاف، وسهله في الطريقه ديال التحضير ديالها، ما تتاخذش منكم مجهود كبير، يعني كتوجد بسرعه بدون طابع بدون مرشم. كنتمنى فعلا ان الاقتراح ديال اليوم ينال اعجابكم. هذه هي اول اقتراح ديال حلوه العيد ان شاء الله 2025. كيف قلت لكم هاد الحلوه كنشوفها بزاف، ولكن هذه اول مره نجربها، والصراحه عجبتني بزاف. كنتمنى حتى نتوما تعجبكم وتجربوها، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.